السعودية العظيمة، ركز معاي، السعودية العظيمة تخوض معركة القطاعات الأربعة: قتالي، أمني، إغاثي، صحي. ما تقدمه السعودية وحدها لليمن يعادل ما يقدمه العالم بجهات العالم الأربعة للشعب اليمني. طبعا لا ننسى ولا ننكر ولا يمكن أن نتجاهل أن رقم 2 في دعم اليمن هي الإمارات. هذا الكلام الواضح، حكومات الأفعال وليست الأقوال والتصريحات، حكومات الفعل وليس البروباغندا. يجيك واحد مدرعم ما يقدر يقود 3 من الغنم يتكلم والله كان يجب وين يا ابويا؟ كبر راسك. ما تقدمه المملكة العربية السعودية ومن بعدها الإمارات والبحرين والكويت والسودان والدول المشاركة في التحالف العربي لا ينكر أفعالهم إلا جاحد، لا ينكر أفعالهم إلا قليل أصل وقليل مروءة، لأن المملكة تقود الأمة الإسلامية. لذا للمدرعمين قلنا لكم تريثوا، الخطب جلل وفي مليون دليل. تريث يا مدرعم. يعني السعودية وحدها تنفق على 9 مليون يمني داخل اليمن، ناهيك عن ملايين الأشخاص الذي تنفق عليهم داخل السعودية. السعودية لا تهرب من استحقاقاتها كقائدة للأمة الإسلامية عكس الباقين، يهرب من استحقاقه ويخلي ولده. أنا محمد عبد الرزاق الزوبع الشمري، والله إني خادم للسعودية وأهلها، وراح أعلم ولدي يكون خادم للسعودية وأهلها. يا مدرعم، دولة تخدم الإسلام والمسلمين ومقدسات المسلمين، ألا نكون لها خدما؟ والله خدم وخدم. يجيني واحد ما يعرف شلون يتوظف يقول لي أنت عميل للسعودية. إيه يا عمي أنا عميل للسعودية وأتشرف بل وأكون خادم. هل تعلم أن هنالك أكثر من 40 مركز في عموم اليمن، مركز صحي ممول من المملكة العربية السعودية فقط؟ اللي ينكر دور السعودية ودور الإمارات خاصة، شوف أنا بحرين وأتكلم هذا الكلام، والله العظيم ما عنده لا ذمة ولا ضمير. البحرين بلدي مشاركة بالأعمال الإغاثية وبالأعمال القتالية وبتدريب اليمنيين، ولكن يبقى الدور السعودي ثم إمارات. لذا يعني لا تزودون على السعودية، بالله عليكم، بالله عليكم، يعني لا تضحكون الناس عليكم، لأن الناس جاي تضحك عليكم فعلا. صبرنا على تجاوزاتكم صار لنا سنين، ما خليتوا معارض ما يسوى فلسين بالبحرين ما دعمتوه. احترموا نفسكم. قطر اشتغلت ضد البحرين واشتغلت ضد البحرين واشتغلت ضد البحرين، وهذا بلد البحرين وكافي، وكلام اليوم جلالة الملك يكفينا. واحنا نعرف ونفرق بين هاي سياسات حكومة قطر، اما الشعب القطري فهو مغلوب على امره، الله يعينه والله يصلح الحال. 150,000 سلة غذائية، كل سلة ل10 أشخاص تكفي رمضان كله، زائد 250,000 وجبة ساخنة كل يوم، 9 مليون مستفيد. في موضوع مهم، لا تظلون تكذبون على نفسكم، لا وكالة اخترقت ولا تلفزيون اخترق، والأمير قال هالكلام وانتهى وتورط، وهاي الحقيقة. أقسم بالله أن من يعادي المملكة العربية السعودية لا يقدم للإسلام قيد أنملة. مركز الملك سلمان فقط مزروعات عمود فقري ومزروعات عظام دافع 20 مليون دولار، هذا بند واحد من أصل 170 بند، وما يقبل إلا بالمنتوجات الإنجليزية والألمانية 5 أضعاف السعر. ليش؟ لأنه موجه للشعب اليمني، ذول أهلنا وناسنا وأخواننا. تذكروها، سوريا أسقطت ورقة التوت عن حسن نصر الله، واليمن أسقطت ورقة التوت عن تميم.